السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو يوم الأحد هو استكمال للفيديو بتاع يوم الخميس العاصمة الإدارية. الجولة اللي احنا كنا عملناها في الفيديو دوت هشرح لكم فيه أكتر من حاجة. المحور اللي هو خاص بالمحور بن زايد الشمالي مشينا عليه بالفعل وكملنا ودخلنا، كان على ايدينا الشمال منطقة الأعمال المركزية CBD وعلى ايدينا اليمين MU7، ودخلنا بعد كده على منطقة MU23. صورت من المول المحل وصورت لكم المحل هتشوفوه دلوقتي من جوه وهتشوفوا الفيو بتاعه عامل ازاي. وفي نفس الوقت بعد ما خرجنا من المول مشينا وطلعنا استكمالا من محور بن زايد الشمالي لحد ما خرجنا من العاصمة الإدارية الجديدة. الفيديو دوت مع الفيديو الأولاني شرح لكم رحلة سريعة في 2025 اللي موجود في حاجات كتير قوي هتبقى ناقصة، ألا وهي منطقة الR7 الR8 المستثمرين، منطقة المستثمرين، منطقة الحي المالي، منطقة الحي الحكومي. المناطق دي كلها هننزل نلفها ونخش من جوه. الارات كلها الأحياء السكنية R1 R2 R3 R4 R5 R6 الحاجات دي كلها R7 R8 كل الكلام دوت ان شاء الله نحاول ننزل من على الطبيعه، نخش نشوف الشركات عملت ايه، وصلت ايه، مين اللي اشتغل، مين اللي ما اشتغلش، مين الكويس، مين اللي مش كويس، مين اللي كمل، مين اللي ما كملش. الحاجات دي نحاول نوصلها لكم. في نفس الوقت لو هتاخدوا فيها اي قرار خدوه من ناس موثوقه يا جماعه. يلا بينا ننزل نشوف الفيديو على الطبيعه بحيث ان انتوا تبقوا عارفين التفاصيل ديت، وإن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله نستمر في الفيديوهات القادمة سواء كانت في العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، منطقة بيت الوطن وما يشابهها من مناطق زي شمال الرحاب، نرجس الجديدة، اللوتس القطاع الرابع. المناطق دي من أرض الواقع. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي. اتفضلوا نشوف الفيديو. من عندنا من المكتب وأدينا ماشيين هنمشي على محور بن زايد الشمالي عند المحور المركزي. ده الميدان وده الماسة. هنمشي كده في وشنا على طول جنب فندق الماسة. في حاجات طبعا اتعملت وفي مولات اتقفلت وفي دنيا. هنيجي نصور لكم الحاجات ديت ونوريها لكم ان شاء الله على الطبيعة. بس انا بصراحة رايح MU23. هبص برضو بصة سريعة على المحل واشوفهم وصلوا لايه. بس انا بصراحة في الاداري انبسطت الحمد لله والشكر لله، لله الفضل والمنة. لان انا كنت واخد المكان دوت ومش حاطه في حساباتي بصراحة. يعني انا مش واخده وهدفي اللي انا ابيعه او هدفي اللي انا، لا، انا هدفي يبقى ليا حاجة في العاصمة او مكان خاص بيا استقبل فيه ضيوفي او اي حد محتاج يزورني او اي حد محتاج استشارة قانونية. ما احنا عارفين ان العاصمة هي تعتبر المستقبل، بعيد شوية لكن جاي خلاص. شئت ام ابيت العاصمة مستقبل جاي. اتعمل فيها شغل كبير جدا مع نقل الناس ونقل المدارس والحركة والحياة والتوسعات والتميز الخاص بالفسح والحاجات اللي هتتعمل. هتبقى منطقة جذب كويسة أوي. طبعا احنا الساعة دلوقتي 5:15، فهتلاقي دي منطقة الغروب، احنا اتجاه الغرب. انا اللي عجبني عندي في المكتب ان هو اتجاه الشمال بحري، نفتح الشباك ما نحتاجش التكييف، بس هو طبعا هيبقى فيه تكييف مركزي. المهم احنا ماشيين دلوقتي على محور بن زايد الشمالي، وادي منطقة الاعمال المركزية والبرج الايقوني. هنخش عند CBD وندخل منها على منطقة MU23 ان شاء الله. هنطلع على المكان اللي انا هبص عليه برضو. هي رحلة سريعة حبيت انزل اشوف فيها العاصمة، حبيت اشوف الدنيا وصلت لايه. طبعا لو رحت على الحي الحكومي هلاقي ناس وهلاقي دنيا، بس انا النهاردة ما صورتش الحي الحكومي ولا الحي المالي، صورته بس من فوق من المكتب. وريتكم الفيو من بعيد، يعني وريتكم فيو مسجد مصر، وريتكم محطة المونوريل اللي قريبة مننا. الشمس بقى ضاربة فمعذرة، لكن انتوا متخيلين معايا بقى اتجاهات الغروب والشروق الكلام ده. لو كنت طبعا الصبح كانت الشمس هتبقى في ظهري كالشروق. مساجد اهيت. اعتقد هيتم التشغيل خلاص، احنا قربنا. انا بقول لكم قناعتي 2030 العاصمة شأن تاني. العاصمة شأن تاني.
انا حتى في بيت الوطن لما كنت بقول للناس اتاخر قد كذا او كذا ما كانش حد بيبقى مصدقني، بس اهو بانت اهي وظهرت. يعني انا قلت في بيت الوطن التشغيل مش هيبقى قبل 2027، وفعلا في حاجات هتبدا 27 لسه، وحاجات ممكن تكمل كمان، بس هتبقى اشتغلت ان شاء الله. احنا عندنا اهوت منطقه السي بي دي في مول طلع. احنا المفروض يا استاذ حسين هنخش يمين، فبراحتك، لان احنا هنخش في منطقه تدخلنا على محور الامل على 123، فالمفروض تلاقي بطيء او فتحه تدخلنا من على اليمين. ادي دوت اهوت، ما اعرفش ده كان بتاع مين، بس هو ما شاء الله. الار 3 هناك اهيت، دي الار 3 العمارات اهيت. احنا هندخل ما بين الار 2 والار 3، هندخل ما بين الار 2 والار 3. منطقه السي بي دي لسه برضو شويه. طبعا منطقه السي بي دي داون تاون دي محطه تانية من محطات المونوريل اللي هتنزل عند اللي بتخدم المحور المركزي والسي بي دي. طبعا زي ما احنا ماشيين على محور المزايد الشمالي، وادي منطقه النهر الاخضر، في حاجات خلصت فيها وفي حاجات لسه التشغيل فيها. هندخل يا استاذ حسين من الدخله اللي على اليمين ديت، هندخل على الام يو 23. اعتقد الام يو 23 من اكتر المناطق اللي هيكون فيها مولات اتبنت. يعني انا كنت دايما بقول ان الام يو 23 بعد منطقه الاعمال الحي المالي والحي الحكومي في الانشاءات، وبالفعل هيئه المولات اللي هي موجوده. انا برضو هحاول اخش المكان، مش لازم اقول المكان واقول الدنيا، بس يعني ايه، هحاول اخش المكان واصور من وانا جواه زي ما صورت من وانا بره. بس انا المحل واخده في الدور الثاني في منطقه الفود كورت، في منطقه الفود كورت. طبعا انا دايما بفضل الحاجات التجاريه تبقى دور ارضي. وقتها انا خدت الدور الثاني عشان خاطر الميزانيه، وفي نفس الوقت خدتها في منطقه الفود كورت عشان خاطر يبقى في تشغيل ليها، بحيث ان لو في مطاعم اشتغلت يبقى منطقه الفود كورت خاصه بمنطقه المطاعم، وتخدم المول نفسه الادوار كلها، لان المول هنا تقريبا ارضي و7 او ارضي و6، فكل اللي عندهم مكاتب او حاجات موجوده ينزلوا ياكلوا في الفود كورت. والموقع نفسه حلو بصراحه، على ميدان كبير جدا على محور الامل، وبالتالي اللي على الدنا الشمال دي الار 2، وبالتالي هيجيله ترافيك عالي جدا برضو، سواء كان من السكان اللي ساكنين في الار 2 او السكان اللي ساكنين في الار 3 او الماشيين على محور الامل نفسه، لان محور الامل بيجي من طريق السويس يا جماعه وبيقطع العاصمه بالعرض. تمام. انا طبعا يعني شفت المكان وهدخل دلوقتي اقف فيه، والله المستعان. يعني انا قدرت اوصل من الخريطه اللي معايا للمكتب، يعني خدت العقد وطلعت بالخريطه ورسمت. طبعا انتوا شايفين، اعتقد وانا في المحل هكون شايف الفيو ده، اعتقد وانا في المحل هكون شايف الفيو دوت. هنشوف واحنا في المكان. اسيبكم ونشوف واحنا جوه المول ان شاء الله. انا واقف بالفعل في الدور الثاني في المكان. دي المنطقه بتاعت البلازا والليجون، وده الفيو. هما دلوقتي في الدور الخامس، هو ارضي و9 شغالين. المنطقه ديت هتبقى المنطقه بتاعت الفود كورت نفسه، اللي هو الترابيزات. دي الترابيزات نفسها، وادي الطرقه اللي هو الممر اللي هيتم المشي فيه، وادي المحل المفروض اللي هو دوت. فالحمد لله والشكر لله. دي منطقه الفود كورت، الدور الثاني كله للفود كورت. دي هتبقى منطقه خدميه كلها للترابيزات، والترابيزات ديت بص على الفيو وبص على النافوره، وادي اللوكيشن، وادي البرج الايقوني. وبعد كده الطرقه اللي هيمشي فيها الناس او الزائرين، وادي المحلات. كل دي كده المحلات ورا بعضيها. يبقى الجزء الامامي ده الخدمي واللي عليه القعده والفيو، والجزء ده الطرقه الممشى، والحمد لله المحل اهوت. طبعا ظهر فيه مولات كتير اتبنت واشتغلت، ومنطقه الام يو 23 ورا، لكن اللوكيشن الحمد لله
زي ما انتم شايفين. مش محتاج كلام. الحمد لله والشكر لله، لله الفضل والمنه. احنا خارجين اهوت وهنمشي على، خرجنا من المكان اهوت، وزي ما قلت لكم المكان هنا بيخدم منطقه الار 2 والار 3 ومحور الامل. لا وتقاطع على شوارع يا حسين قطعه يعني. لا مكانه بصراحه حلو. يمكن كان الواحد نفسه ياخد دور ارضي، لكن في الاخر هو احنا ما خدناش الارضي علشان خاطر هتدخل يمين عشان تحور على محور بن زايد على طول. لانك لو دخل ولا نمشي، استنى بس، نمشي جنوبي صح؟ خلينا نمشي جنوبي مش شمالي. لو مشينا من هنا هنمشي محور بن زايد الشمالي. ان لما مشينا بس احنا خد بالك لو طلعنا من الشمالي بنطلع ونلف على طول نرجع على الدائري الاوسط، فخلينا ناخدها شمالي واحنا راجعين. يلا من هنا ماشي مظبوط يمين. انما لو دخلنا النفق هنطلع على الجنوبي. هتلف لفنا من هنا ماشي شمالي مع المونوريل، ونوري للناس برضو احنا جايين جنوبي ونوريهم واحنا راجعين شمالي. اوكي احنا لفينا، احنا خرجنا من التجمع 4 او كنا في التجمع الساعة 4، جينا ولفينا لفتنا وبصينا على الاماكن وطلعنا وشفنا وراجعين اهوت الساعة 6 الا ربع اهو. محطات المونوريل بقى هتقابلنا هنا، لان المونوريل ماشي في التجمع الخامس على شارع 90 الجنوبي، جاي على شارع 90 الجنوبي في التجمع في القاهرة الجديدة، ماشي كل 90 الجنوبي، وبعد كده داخل على اللوتس محور النوادي. هنرجع من هنا ونخرج في طلعة تضطر تخش من كده الحته دي كانت انضف كده وتخش اي دخله يمين. ادي المونوريل دول عاملينه كمنظر جمالي يعني ولا حاجات خاصه بالصرف؟ ماشي. المهم هنطلع من الحته دي يا استاذ حسين المفتوحه دي. محور الامل من ام يو 23. معظم المولات بدات تظهر. ام يو 23 معظمها فعلا مولات، واللي هي تعتبر اتبنت، وانا واقف فعلا شفت المولات، ويمكن شفت مول جنب المول بتاعي متقفل الازاز بتاعه. ف العاصمه الاداريه جايه، محتاجه صبر ومحتاجه فهم ومحتاجه اختيار سليم يا جماعه. يعني احنا ما نجريش ورا مغريات، يمكن اعتقد عندي في المحل اتاخروا شويه عن المعدل الزمني، يمكن المكتب لا ما اتاخروش عن المعدل الزمني، ماشيين بالسرعه المناسبه. المحل اتاخروا شويه عن المعدل الزمني، لكن انا بشوف ان هم انجزوا عن غيرهم برضو، فالله المستعان. ده النهر الاخضر، جناين خضراء كتير اهوت، وادي محطه مونوريل. برضو في محطه مونوريل قريبه من الام يو 23، مسافه مش كبيره يعني، ممكن اقرب حاجه تنزل هنا او تنزل في المحطه بتاعه، في محطه تانية بعدها عند السي بي دي بتاعه برج الايقون، في محطه قدام يعني، دي او ديت هتبقى اقرب للام يو 23. الاثنين يعتبر نفس المسافه. ادينا راجعين في السكه، بس ماشيين على محور بن زايد الشمالي. يمكن محور بن زايد الشمالي مش بنظافه محور بن زايد الجنوبي كانتهاء من طريق. محور بن زايد الجنوبي متخطط الطريق، اعتقد هم لسه هيظبطوا حاجات في محور بن زايد الشمالي لما الدنيا تشتغل وتتحرك كده. النهر الاخضر اهو مظبوط، كل ده شغال. اعتقد ده له دخول دلوقتي، رسوم دخول وحاجات معينه، لكن انا كمحمد بصراحه انبسطت. دي الار 1 يبقى الار 2 والار 3 والار 1 على نفس الليفل. عامل فيديوهات انا عن المناطق ديت ودخلت جواها وصورتها، تقدروا تشوفوها، وان شاء الله هنكمل ونعمل فيديوهات في المرحله الجايه برضو. معلش بقى لو الشمس ضاربه في وشكم، بس كل اللي على شمالنا ده النهر الاخضر ظاهر وباين جدا جدا جدا، وزراعات وحاجات موجوده، واعتقد هيبقى في هنا حدائق ومداخل، بوابه 5 اهيت. ان شاء الله نحاول نخش من جوه ونصور ونشوف ايه التميز وايه اللي هيتم، والمكان دوت ان شاء الله يبقى فسح لناس كتير يعني. احنا خارجين على محور بن زايد الشمالي ومروحين على التجمع الخامس، فخلاص اعتقد ان انتوا كده
شفتوا فيديو مش عايز اطول اكتر من كده، لكن خلاص احنا يا دوبك اهوت في محطة مونوريل تانية. طبعا لو ماشيين على محور بن زايد الجنوبي هيبقى الترافيك والعربيات اكتر، لكن احنا خلاص خلصنا الار 3 والار 2 والار 1 اهوت، وداخلين على بوابة العاصمة وعلى خروج. اول ما نخرج من بوابة العاصمة خلاص اللي يفصلنا بيننا وبين التجمع هو الدائري الاوسطي، فممكن نخش من عند بيت الوطن محور بن زايد او نرجع من نفس طريقنا. الله المستعان. سعدنا بيكم، ارجو ان الفيديو دوت يكون وضح لكم الدنيا والصورة بعد 2.5 سنين ما جيتش فيهم العاصمة الادارية، لكن ان شاء الله انزل اصور لكم الفترة الجاية اكتر من فيديو جوه المناطق نفسها، ولو محتاجين منطقة بعينها جوه العاصمة قولوا لي اصور لكم فيها، وان شاء الله نفيدكم بخبرتنا وبالحاجات اللي احنا فاهمينها، سواء كان في القاهرة الجديدة. يمكن انا خبرتي اكتر واقوى بمنتهى الامانة، حافظ القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بالشبر زي ما بيقولوا، حافظها وحافظ تفاصيلها وعارف كل العيوب والمميزات اللي فيها. لكن برضو العاصمة الإدارية عندي خلفية مش بقوة القاهرة الجديدة، لكن نقدر نوجهكم في الإطار السليم والاتجاه السليم والمعايير السليمة اللي تقدروا في أساسها تاخدوا، وربنا يكرمكم إن شاء الله. بس لكن وانت بتشتري هنا محتاج صبر، بس مع الصبر شركة ثقة، لأن بصراحة بشوف أحيانا وعود جميلة ولذيذة قوي، بس على أرض الواقع ممكن ما تطبقش. فبالله عليكم بس نركز في النقط دي. محتاجين ناخد حاجة مش محتاجين من وراها الوعود، محتاجين ناخد حاجة هي لا إما بايعة نفسها لا إما مأجرة نفسها. وانت بتختار اختار مش من اللي بيوعدك ان انا هأجر لك وانا اللي هخلص لك وانا لا، هو أجر لك ما أجرلكش انت تأجر لنفسك. وقت ما تقول يا ايجار هتلاقي ايجار، وقت ما تقول يا تشغيل هتلاقي تشغيل، وقت ما تقول انا محتاج المكان دوت ليا هتحتاج المكان ده ليك. الفيديو طول لكن في الاخر انا مبسوط بالجولة ديت، انبسطت. الدنيا اتطورت اكتر من الاول، في حاجات كتير قوي انا شفتها خلصت اكتر من الاول، لسه في شغل لسه طبعا، ولسه الترافيك هيزيد ولسه بس ان شاء الله في شأن كبير. شرط ان احنا نختار صح ونبقى عارفين هنختار ازاي. خلاص اهوت البوابات والمخرج بتاع محور بن زايد الشمالي. دمتم بخير، كان معاكم محمد المهدي. لو حد محتاج اي نصيحة او اي معلومة تخص القاهرة الجديدة او العاصمة الادارية الجديدة يبعت لي، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. وشكرا يا استاذ حسين، تعبناك معانا في الفيديو دوت، شكرا جزيلا يا حبيبي. اشوفكم دايما على الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.